السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أخواتي، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة من وصفاتي السهلة والاقتصادية، مكونات بزاف قليلة يعني وكمية مش كبيرة كما كنت تلاحظوا، تعطيكم نتيجة بزاف. هاي سمعوا القرمشة تاعها تجي بزاف مقرمشة ولكنها مش يابسة، شوفوها معسلة حتى للقلب، تجي بزاف روعة. نتمنى باش تجربوها وتعجبكم. شوفوا قسمتها معكم يعني العسل حتى للقلب، وتجيب مقرمشة وبزاف هايلة. شوفوا القرمشة، نتمنى باش تجربوها تعجبكم تتمتعوا بها مع احبابكم. نبداو على بركة الله. ما تنسونيش اعجاب وتعليق واشتراك، بارك الله فيكم. عندي 2 كيسان ونصف سكر حبيبات، كوب ونصف ماء، نحركوها ونحطوها فوق النار. الكوب تاعي يحمل 200 مليلتر. فوق النار وبقيت هكذا نحرك فيها حتى يذوب هذاك السكر، تولي تبدا تغلي. يعني نحتاجو يعني عسل تكون ثقيله. كي نشوفها كبدا تغلي ندير لها ملعقه كبيره عصير ليمون ونخلوها تغلي يعني تقريبا 10 دقائق ولا اكثر. المهم تكون العسل نتاعكم ديروها ثقيله، يعني العسل تاعها تكون كيما تاع البقلاوه واللي نديرو بها القريوش. ما ديروش عسيله هذيك اللي تكون خفيفه كيما الشربات هذيك خفيفه، لانه كون ديروها خفيفه بزاف راح تسند هذيك المعسله وما تجيكمش مقرمشه. لازم تخلوها يعني ثقيله كيما تاع البقلاوه واللي نديروها القريوش. نبداو في الوعاء كيما كنت تعرفوا خياتي. عندي هذا الكوب تاع لاتاي زيت، يعني ما كاش معمر كيما لاحظتوا، نقصوا شويه. عندي هذاك الكوب تاع لاتاي كيما لاحظتوا تاع الشاي، ياغورت زبادي، وريتكم العلبه اللي استعملتها، يعني دات معايا علبه كامله. استعملت كوب سميد ناعم، كوب فرينه. عندنا معهم كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام. هذو هما المكونات تاعنا، ونضيف معهم نصف كوب من الماء. شفتوا المكونات شحال ساهلين، ومكونات موجوده في كل منزل. استعملت معهم رشه تاع ملح. لهنا استعملت يعني كنت استعملت نصف كوب، نقصت منه شويه، ولكن احيانا كيما بكم السميد يكون يشرب، مالا كملت نصف كوب كامل. نحاول خياتي نكتب لكم المكونات في صندوق الوصف ان شاء الله. نخلطه فقط بالملعقه تاع الخشب كما لاحظتوا، جاتني شويه ناشفه ضفت لها. المهم المجموع كان عندي نصف كوب، يعني ممكن تدي معكم نصف كوب، ممكن اقل على حسب السميد. شوفوا كيفاش يكون القوام نتاعها، يعني ما تكونش يابسه وما تكونش جاريه بزاف. شوفوا كيف راح تكون. شوفوا القوام نتاعها، يعني طريه جاريه ولكن مش جاريه يعني ليكيد بزاف، وما ديروهاش يعني تكون يابسه حجره باش تقدر تخرج لنا من لابوشادوي. نديرو هكذايا لابوشادوي نتاعنا، نديرو فيها هذيك لادوي ديك اللي تكون هكذايا الوسم نتاعها يعني تكون صغير، ما ديروش كبير بزاف باش يجيكم الحبات رقاق. شوفوا شحال رقيق هذاك اللي درت به. حطيت الزيت فوق النار، خليتها حتى سخنت، ومن بعد نبداو نقلو في المعسله نتاعنا. شوفوا خياتي نحكمو هكذايا بالفرشيط، يعني الفرشيطه ولا العود الشواء. عود الشواء يعني انا بزاف يساعدني. ونبقى هكذايا ندورو، يعني ساهله مهله. مكونات يعني شفتوا بزاف قلال وموجودين في كل منزل تقريبا، يعني وكميه مش كبيره بزاف، يعني مش حديروها وتبقى لكم، راح تديروها تكملوها يعني بالخف. نحب انا الحاجات اللي ما يكونوش هذايا فيهم مكونات بزاف، يعني باش نديروا الحاجه ما تجيش هكذا كميه كبيره من بعد تاكلوا شويه والاخر يبقى. جربوها بالك تعجبكم. اذا عجبتكم يعني ممكن ديروا بها حلا في رمضان، يعني تبقى في رمضان تعاودوها، لانه سهله وما تديش الوقت، وتلقاو فيها هذيك القرمشه في السهره تاع رمضان مع كاس اتاي. صدقوني روعه. شوفوا كيفاش راني ندور فيها، يعني سهله هكذا. نحكموا بالكيردون، ضغطوا عليها هكذايا في الحافه نتاعها كيما لاحظتوا هكذا باش ما تتفتحش، يعني نضغطوا عليها هكذا شويه. شفتوا يعني نقلبوهم بكل سهوله. عندي هذاك العسل تاعنا بعد ما خليته برد، لازم العسل تاعنا خياتي يكون بارد، يعني وجدته انا مقبل خليته حتى برد من بعد باش رحت ندير في المعسله. كما كنت تلاحظوا نفدوها هكذايا نقطروها مليح
ننفضوها كذا باش تقطر كامل الزيت، ونحطوها في العسل ونقلبوها للجهة الثانية، يعني باش تشرب من زوج جوايه. تلقاو العسل فيها حتى للقلب، تجيكم مقرمشة. صدقوني هذه الوصفة بزاف، شوفوها يعني مكونات شحال قليلة، شوفوها شحال سهلة، ولكن النتيجة تاعها بزاف روعة، يعني تعجبكم بزاف، البنة تاعها كيما الزلابية. كنوع من التغيير، يعني دائما نحاول نبدلوه الوصفات، لأنه الإنسان يمل لازم يبدل من الوصفات. كما كنت تلاحظون نفدوها هكذا، نقطروها من الزيت مليح ونحطوها في العسل. نخلوهم في العسل يعني يدو وقتهم باش يتشربوا مليح. شوفوا كيفاش راني ندور فيهم، نحكم هكذا بالكيغدون باش ما توليش تدور معايا، او عفوا بهذاك العود تاع الشواء، نضغط عليها هكذا باش تلصق ما تفتحش. سهله، شفتوا كيفاه اللي نشوفوها، يعني كنت دايره النار متوسطه، من بعد نقصت لها شويه باش ما يطيبوش بالخف يعني، ويجوا هكذا يخضر من الداخل ما يطيبوش مليح، يعني تكونوا دايرينها متوسطه، من بعد نقصوها شويه ديروها اقل من متوسطه. دائما نبقاو هكذا نضغطوا على ذاك الكيس من الاعلى، نديرو هكذا نلوه نضغطوا عليه باش يهبط لنا الخليط كامل. شوفوا كيفاش راني ندور، يعني سهله. ونحكم بهذاك العود تاع الشواء، كي نكمل بالعود تاع الشواء يعني نقسمها كيما هكذايا ونضغط عليها باش ما تنفتحش في المقله. والنار خياتي تكون دائما اقل شويه من المتوسطه. اذا شفتوا الزيت بردت عاودوا زيدوا للنار تسخن الزيت، نقصوا لها شويه، ما تكونش قليله بزاف باش ما تشرب لكمش الزيت، في نفس الوقت ما تكونش الزيت يعني على نار قويه باش ما تنحرقش. بعد ما خليناهم يعني كما لاحظتوا داو يعني وقتهم في العسل، نحطوهم هكذا وحده فوق وحده كما يحطوا، شفتوا كما يكونوا يبيعوا في الزلابيه، يحطوا وحده فوق وحده باش هكذا العسل تبقى تقطر على بعض، على يعني هكا تقطر على من حبه لاختها كذا، يزيدوا يتشربوا. انا ثم كنت ندير الحبات كبار فوق بعضهم، والحبات اللي يكونوا شويه صغار يعني نديرهم فوق بعضهم هكذا. كما كنت تلاحظوا انتم تحكموا في الحجم تاعها، ديروهم كبار ولا صغار، ولكن الحجم تاعهم هكذا يعني صدقوني يجي بزاف هايل. ومكونات يعني شفتوا بزاف ساهلين، جربوها ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم خياتي كتبوا لي رايكم في التعليقات، بارطاجوا الفيديو مع صحباتكم، بالك يجربوها يعني تكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. شوفوا كيف ضغطت عليها في الاخير، شفتوا الطريقه شحال سهله. خليتها في العسل تاعها حتى كملت كامل، من بعد خليتها بردت، جيت قدمتها هكذايا معاكم. شوفوا كيفاه تكون، شوفوها يعني تبان لكم من البعاد غامقه واللون تاعها غامق، ولكن كي نقربها لكم تبان لكم بلي فاتحه، ولكن احيانا الاضاءه يعني تبين لكم الحاجه تكون شويه غامقه. هما صح كاين حبات حمرتهم شويه، ولكن ما هيش حمراء بزاف، ما نخلوش تتحمر حتى تتحرق، ولكن كي شربت العسل ولات شويه غامقه. شوفوهم كيفاش حيكون اللون تاعهم، بزاف يعني شابين هكا، حاجه يعني سهله وبزاف بنينه ومقرمشه مع كاساتي، صدقوني روعه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتتمتعوا بها مع احبابكم. شوفوا كي قسمتها معكم بزاف تقرمش، روعه. هذه الوصفه تاعي خياتي، نتمنى باش تجربوها وتعجبكم وتتمتعوا بها مع احبابكم. المهم اذا عجبتكم كتبوا لي تعليقكم شباب كيما نتوما، ولا بارطاجوا الفيديو مع صحباتكم ولا في الجروبات، بالك يجربوا الوصفه وتكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ونلتقي معكم في وصفات اخرى. تهلاو لي في روحكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.